السلام عليكم. مش لازم أبدًا نبقوا في العيد ولا في الشتا علشان نعمل القراقيش القمر دي، نعمل مع بعض القراقيش الدايبة دي ومقرمشة وهشة جدًا. عايزة أقول لكم طريقة سهلة جدًا، جدًا وبسيطة وسريعة. صلّوا على النبي وتعالوا ندخل على الفيديو. أنا هاشتغل كده في العجان كيلو الطحين بيعادل 6 كوبايات بالكوباية المعيارية. تمام كده. أنا كان عندي طحين فرد فكنت باعاير 6 كوبايات. عندي كده 6 كوبايات طحين اللي هو كيلو طحين هياخد معايا باكو من الخميرة الفورية، نص باكو من البيكنج باودر، 3 معالق من السمسم، معلقتين من السكر، وهاضيف كوبايتين من السمنة. أنا هنا مضاعفة الكمية يا جماعة. تمام كده. هنبدأ بقى بالعجان كده ونبِس العجينة ديّة كده مع بعضها، نبِس الدقيق مع السمنة لمّا يبقى عامل زي الرملة المبلولة كده، عشان تبقى القراقيش بتاعتِك ناعمة وحلوة معاكِ ومقرمشة. ممكن طبعًا تشتغلي في أي طبق عجين عادي، مش لازم لو ما عندكيش عجان تعملي نفس الخطوات دي. خلاص كده، ديّة النتيجة اللي أنا عايزاها. هابدأ أضيف هنا كده كل كيلو من الطحين هياخد معايا كوبايتين من الحليب الدافي. يبقى كل كيلو من الطحين أخد معايا 3 معالق سمسم، معلقتين سكر، ربع معلقة من الملح، اللهم صل على رسول الله، باكت من الخميرة الفورية أو معلقة كبيرة، نص باكو من البيكنج باودر عشان تبقى منفوشة معاكِ كده وتحفة. هنا إيه بقى اكتشفت إن أنا كنت باصور أبيض وأسود. خلاص كده الكاميرا رجعت بقى إيه لمجراها الطبيعي. هنا بقى كده على طول مش هاسيب العجينة ولا حاجة تخمر، هي تختمر بعد ما نقطعها ونشكلها. تاخدي قطعة من العجينة وتشكليها بالشكل اللي انتِ شايفاه ده كده، وتبدئي تساوي من الأحرف بالشكل دوّة كده. ديّة عجلة بتاعة القراقيش، لو مش عندِك استخدمي السكينة عادي خالص. هنساوي الأحرف كده ولازم تكون معاكِ كلها بسمك واحد، وبتقيسي كده بصباعين من إيدِك وتقطّعي القراقيش عشان يبقى كلها حجمها واحد وحجمها يكون متساوي معاكِ. ممكن تعملي الخطوة دي بالسكينة. نجيبوا صاج بقى كده فاضي مش مدهون أي مادة دهنية، ممكن تعمليها بالشكل دوّة كده بتبقى بزاوية شوية، يكون شكلها برضه حلو أوي. ما تكونش معاكِ لا سميكة أوي ولا رفيّعة أوي. أخلّص بقى الكمية كلّها كده في الصواني زي ما أنتم شايفين، هاشتغل بقى على طول وهابدأ التسوية على طول. تعالوا بقى نشوفوا التسوية الصح بتاعتها. أنا مشغّلة الفرن على درجة حرارة 200 وحاطة الشبكة في الرف اللي في النُص. ندخّل القراقيش كده وندخّلها الفرن بقى ونسيبها كده لمدة 25 دقيقة، وما تقطّعيش القراقيش تكون سميكة معاكِ جامد علشان ما تاخدش معاكِ وقت كبير في التسوية، تطلع معاكِ بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده كده وبالجمال ده. عايزة أقول لكم ناعمة ومقرمشة وطعمها تحفة. لو حابة تضيفي عليها شوية شمر وينسون ضيفي معلقة لكل كيلو، جربيها تعجبكم أوي وبالهنا والشفا.